دونك المعلومات اللي غادي نقدم لكم اليوم كتخص اليوم اللي قبل الامتحان. دونك اليوم اللي قبل الامتحان واش خصك دير فيه؟ انا كنفضل انك غادي نحاولوا نتكلموا شويه في هذا الفيديو هذا على الموضوع ديال الستريس وديال التوتر، يعني كيفاش نجيري وكيفاش ندبر ونتحكم في هذا الستريس هذا في الايام اللي بقات فيما يخص يعني الامتحانات. دونك الامتحان راه قرب، كاين اللي عندهم غدا الامتحان، كاين اللي مازال. دونك على حساب الجهه اللي كتنتمي لها نتايا. فهاد النصائح اللي غادي نقدمها لكم اليوم هي نصائح جد مهمه واللي غادي تنفعكم بزاف في اليوم اللي قبل الامتحان، وايضا ما يجب القيام به خلال يوم الامتحان. دونك هذا الستريس هذا واش هو طبيعي، واش هو عادي، وكيفاش يمكن لي نتغلب على هذا الستريس هذا، وكيفاش كيكون هذا الستريس هذا نحاول نشرح لكم يعني بطريقه علميه كيفاش الجسم ديالنا كيجي هذا الشعور ديال الستريس وديال الضغط وديال التوتر. دونك المطلوب منك كما العاده هو انك تتبع معي حتى لاخر الفيديو باش تستافد بحول الله. دونك المعلومات اللي غادي نقدم لكم اليوم كتخص اليوم اللي قبل الامتحان. دونك اليوم اللي قبل الامتحان واش خصك دير فيه؟ انا كنفضل انك ما تبريباريش كاع فيه صافي، ولا حتى لا بريباريت دير غير واحد الروتوش وواحد الفينيسيون، يعني غير دير واحد القراءه بسيطه على العناوين الكبرى ديال الدروس، واحد المراجعه خفيفه وصافي، ما تكثرش فيهم. لكن من الافضل انك تستريح في ذاك النهار اللي قبل الامتحانات، تعطي راسك الراحه. هذه اول حاجه. في الليله ديال الامتحان واش غادي تحاول دير؟ غادي تحاول يعني بطبيعه الحال تحاول تنعس بكري، ولا كنت يعني مكونيكتي من التليفون حاول ما تدخلش للجروبات اللي كنت كتراجع فيهم، لانه يقدر مثلا شي واحد فيهم تما في الجروب يقول لك واش راجعت واحد الفقره وانت غادي تقول انني ما راجعتهاش هذه، وغادي تستريسا وتبانيكا عاوتاني وتولي عاوتاني يعني الديرونجا من جديد. دونك داكشي اللي راجعته انت ثيق فيه وراه كافي بالنسبه لك، ما تبقاش تدخل ديك الجروبات اللي غادي يشوشوا عليك ولا يعطيو شي مفاهيم جديده اللي انت ما عمرك ما سمعتها ولا ما كايناش كاع اصلا. قبل ما تنعس في الليل حاول تريقل الالارم ديالك، يعني التليفون ولا الرافاي باش تفيق، وحاول تريقل بزاف ديال يعني ديال الالات باش هكا يمكن لك تفيق وما يفوتكش الوقت. ريقل التليفون ديالك ديال خوك ديال الى اخره. دونك ريقلهم على واحد الوقت اللي حاول تفيق فيه بكري باش يعني تقاد الامور ديالك على راحتك. في الصباح كي تفيق بطبيعه الحال من بعد ما تصلي الصلاه ديالك وتفطر، هنا كنركز على اهميه الفطور. دونك خصك تنعس يعني في الليل بكري باش تحاول تنوض عاوتاني شويه بكري، تصلي صلاتك كما قلت لك، وغادي تفطر. الافطار يعني ماش تحاول تقل، دير فيه البغرير، دير فيه المسمن، دير فيه الى اخره. تحاول دير واحد الوجبه اللي فيها سكريات قابله للتحلل بسرعه، اللي غادي تنفعك في لا كونسونطراسيون ديالك وتعطيك واحد شويه ديال الطاقه. كاس ديال القهوه فيه شويه ديال السكريات مع شي بسكوي هكذا صغير، ولا شويه ديال البنان ولا عصير، المهم شي حاجه اللي فيها سكريات اللي سهله وسريعه الذوبان، يعني دغيا غادي تتفاعل ودغيا غادي تهضم باش تعطيك شويه ديال الطاقه والانرجي اللي غادي تكفيك باش تفكر في الامتحان ديالك. فهنا غادي نتكلموا على ستريس، كيفاش كيوقع هذا الستريس هذا وهذا التوتر، كيفاش كيجي الانسان هذا التوتر هذا. دونك هذا التوتر هذا هو واحد الشعور كيجي الانسان ملي كتحط في شي موقف ديال الخوف مثلا، ولا فهنا الدماغ ديالك واش كيدير ملي كتحس بالخوف ولا شي حاجه، واش كيدير الدماغ ديالك كيرسل واحد الاشارات لاعضاء معينه في الجسم. دوك الاعضاء واش كدير؟ كتفرز بعض الهرمونات بحال مثلا الكورتيزول ولا الادرينالين. هاد الهرمونات يعني كيجري او كتدفق في الدم وكتعطيو مجموعه من التغيرات في الجسم. بين هاد التغيرات اش كدير؟ كتزيد في الدقات ديال القلب، يعني القلب كيبقى يضرب بزاف، كتزيد في النسبه ديال السكر في الدم، كتزيد ايضا من الضغط ديال الدم وكيوجعك راسك. دونك علاش كيدير الجسم هاد الاعراض هادو؟ لانه كما قلت لكم لا تحط في شي موقف ديال الخوف مثلا، كيحاول الدماغ يعطي الجسم هاد الاشارات هادو باش يفرز بزاف ديال الطاقه، ديك الطاقه اللي غادي تخرج من داك الموقف ديال الخوف كما قلت لكم. لكن هاد الشيء هذا غادي يكون عليه تاثير على الصحه ديالك. دونك غادي ينقص لك التركيز، ينقص لك الطاقه اللي غادي تخدم بها في داك الامتحان ديالك. دونك انا واش غتحاول دير؟ غادي تحاول تضبط الستريس ديالك. كيفاش نضبط هاد الستريس هذا؟ فركز معايا مزيان. دونك كما كاين مشاعر ديال السعاده، ديال الفرح، ديال البهجه الى اخره، اوتوماتيكمون في الحياه ديالنا كاين مشاعر اخرى ديال الخوف، ديال الحزن، ديال التوتر الى اخره. دونك واش غادي تحاول دير؟ غادي تحاول تقبل على ان هذا التوتر هذا هو واحد الحاجه عاديه وطبيعيه، واحد المشاعر اللي كيمر منها الشخص. دونك ماش نحاول نعتبرها شي حاجه اللي ما مزياناش، انما التوتر غادي نحاول نقبله لانه حاجه طبيعيه في الانسان. دونك الانسان اللي ما كيتوترش هو الانسان اللي كما نقولوا اللي ما راش نورمال. دونك هذاك التوتر كيفاش تتغلب عليه؟ اوتوماتيكمون الى اول حاجه يعني تقبلت هذه الفكره هذه بانه حاجه عاديه وطبيعيه. وثاني حاجه واش غادي دير؟ غادي تحاول دير تنفس بعمق، يعني دير واحد لا ريسبيراسيون بروفوند. ملي يجيك مثلا هذا الاحساس ديال الستريس ولا واش غادي دير؟ هو عاده فوقاش غادي يجيك ستريس؟ الا مشيت اما قبل
بوقت كبير الامتحان وبقيت جالس يعني بكري تما في القاعه، ولا مشيت متاخر، فحاول يعني في الامتحان تمشي في واحد الوقت اللي هو يعني متوسط، ما تمشيش بكري عاوتاني وما تمشيش متاخر، صافي باش ما تستريساش. اذا كما قلت لكم واش غادي تحاول دير، الا جاك شويه ديال الستريس وشويه ديال الخوف ملي غادي يحطوا لك الورقه ديال الامتحان ديالك، واش غادي تحاول دير؟ تنفس بعمق، يعني دخل الهواء من الانف ديالك حتى يعمر البطن ديالك، وحاول تخرج داك الهواء من الفم ديالك حتى تفرغ كامل الرئه ديالك. عاود هذه العمليه شي 3 مرات ولا 4 ديال المرات، هكا غادي تسترخى، غادي يبقى يمشي لك الستريس شويه بشويه. وإن فوا غادي تبدا تكتب السميه ديالك والمعلومات الشخصيه ديالك في الورقه ديال الامتحان، وتبدي تقرا المعلومات ديال الامتحان يعني معطيات ديال الامتحان، فهكا غادي يبقى يزول ويمشي داك ستريس شويه بشويه حتى تلقى راسك انك تونجاجيت في داك الجو ديال الامتحانات. وثق في راسك، لانه هذا الاختبار اللي كيدار، هذا الامتحان هذا، فما هو الا واحد نسخه مشابهه لدوك الفروض اللي كيداروا في القسم. يعني واحد الفرض، واحد الاختبار اللي غادي يختبروكم فيه في داك الشيء اللي درستوه في الدوره الثانيه. دونك عوض ما كدير واحد الفرض اللي فيه درس ولا جوج ديال الدروس، كيجمعوا مجموعه ديال الدروس اللي درستو في الدوره الثانيه وكيختبروكم فيها في واحد المده زمنيه معينه، واللي في الاخر غادي تاخذ فيها واحد النقطه. دونك ثق في راسك وتوكل على الله. واحد الحاجه عاوتاني اخرى مهمه بزاف وما شارت لهاش، وغادي نحاول نشير لها هنايا في الاخير هنايا. ملي كتكون غادي يعني الامتحان، شي مرات كتبقى غادي وكتقول راني نسيت واحد لابارتي، ولا يعني بحال اللي كتوسوس، كتقول ربما غادي ننسى على هذه المعلومه ولا. فانا بلا ما تستريسا بلا ما تبانيكا، إن فوا غادي تمشي للامتحان غادي تسترجع وتستذكر ديك المعلومه بحول الله. دونك ما تستريساش، الا يعني حسيت براسك انك توسوست ومعلومات غادي يمشيو لك، كاع ما تخافش، لانه إن فوا الدماغ ديالك غادي يبدا يخدم في الامتحان، غادي يتاكتيفا وغادي يتنشط، هنا غادي يبدا يستذكر المعلومات ديالك بالاعتماد على ما يسمى بالاكتيف ريكول، طريقه ديال الاستذكار ديال المعلومات، واللي غادي تاكتيفا كما قلت لكم إن فوا تبدي تخدم على الامتحان ديالك. يعني إن فوا تبدي تخدم الدماغ ديالك، فهنا غادي تستذكر جميع المعلومات اللي عندك في الدماغ ديالك. دونك باش نساليو هذا الفيديو هذا، كما قلت لكم يعني تثقوا في راسكم، نعسوا شويه بكري، ديو الادوات كاملين ديالكم، ديو جميع الادوات ديالكم اللي تحتاجوها. كيعطيوك يعني الورقه قراها مزيان من الاول حتى الاخر، ما تنساش تكتب يعني المعلومات الشخصيه ديالك في الورقه ديال التحرير، معلومات الاسم والقسم والرقم الى اخره. قرا الورقه من الاول حتى للتالي، بدي بالسؤال اللي بان لك انت بسيط، ماشي بالضروره تبدي بالترتيب اللي كيعطيوكم. زوق شويه ديك الورقه ديالك، بعد على ستيلو احمر، وما تخرج من الامتحان حتى تفيريفي ديك الاجوبه ديالك 3 مرات ولا 4 ديال المرات. دونك حتى واحد ما كيجري عليك، خذ الوقت الكافي ديالك، دير واحد المراجعه، وعاد اعطي سلم الورقه ديالك ووقع وخرج. وملي تخرج كما قلت لكم ديك الماده هذيك ما تزيدش تسول فيها، صافي ركز على حاجه اخرى وفيزي على حاجه اخرى، وداك الامتحان اللي دوزتو نساه حتى تجيك النقطه ديالك. دونك كانوا هادو بعض المعلومات اللي نتمنى انني نكون خففت عليكم شويه ديال الضغط فيها. نتمنى لكم حد موفق، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع اصحابكم باش هكا كلشي يستافد.